مخاطر احلام اليقظه. ايه مخاطر احلام اليقظه؟ انا دلوقتي شخص بقيت خلاص مدمن احلام يقظه. بصوره احلام يقظه اللي انا انا المره اللي فاتت اتكلمت عن احلام اليقظه. وتعريفها ان هي شخص بيهرب من الواقع بتاعه لخياله، قاعد عمال يعمل سيناريوهات في خياله، افلام بيحقق فيها كل اللي نفسه يحققه في الواقع. طب دي نتيجتها عليك ايه؟ نتيجتها عليكي ايه؟ انت نفسك مثلا، او انت نفسك تبقى عالم وتسافر بره وتدرس بره وبتاع، وقاعد بتتخيل فعلا انك انت عالم بره، وان انت بروفيسور بره، وان انت بقيت عمال بقى بتاخد شهادات وبتاع، وانت اصلا في الواقع ماسك ريموت التلفزيون وقاعد على الكنبه ومتنح في فيلم بيتكلم اصلا عن عن العالم ده، وانت بتتخيل واحد اصلا مش انت، وقاعد ما بتعملش اي حاجه في حياتك. هي دي احلام اليقظه. مخاطرها ايه بقى عليك؟ اول حاجه الوقوف مكانك وعدم التنفيذ والتقدم في حياتك. انت عمال تتخيل وانت قاعد مكانك، مش بتتنفذ اي حاجه، ومش بتتقدم في حياتك، ولا بتنجح ولا بتعمل اي حاجه، حياتك واقفه. للاسف اللي بتعاني من احلام اليقظه بتبقى حياتها واقفه يا جماعه. العمر بيعدي بس هي مش بتحقق حاجه. يومها ماشي، يومها لو انت زوجه فانت يومك ماشي طبيعي، بتقومي بدورك كزوجه عادي وبتاع، بس انت حياتك واقفه، انت شخصيتك مفيش تقدم، مفيش حاجه جديده بتتعلميها. مش قادره تاخدي شهاده جديده، مش قادره تشتغلي، مش قادره تعملي حاجه، طالبه مش قادره تنجحي، مستواكي قل. كل ده بسبب احلام اليقظه. تاني حاجة عدم التركيز والتشتت. من كتر ما انت عايشة في دماغك وعاملة افلام في دماغك، بقى عندك عدم تركيز. معنى ان انت قاعدة في المحاضرة قدامك الدكتور بيشرح، قاعدة بين الطلاب بين صحابك عادي، في القاعة بس، والدكتور بيشرح وخلص، وانت مش مركزة، انت قاعدة سرحانة كده، او انت بصاله بس انت مش معاه في الدنيا، انت في الفيلم اللي انت قبلها جوه دماغك. لو جه حد سألك انت خدتي ايه في المحاضرة او ايه اللي حصل او إيه، مش هتعرفي، مش هتركزي. او انت قاعدة مثلا في مشروع، قاعدة جنب الشباك وسرحانة في احلام اليقظة بتاعتك، سرحانة وبصي وعاملة دنيا تانية جوه دماغك. لو حد قالك شفتي المحل الفلاني، يا فلانة ما خدتيش بالك المحل ده مفتوح ولا مقفول؟ هتقول له ما اعرفش. انت مش مركزه، انت فعلا ما تعرفيش ازاي انت قاعده بس على الشباك لا، مش هتعرفي، لان انت مش مركزه في الطريق ولا مركزه في اي حاجه، انت مركزه وكل تركيزك وقوتك في خيالك، فبقى عندك عدم تركيز، تضييع الوقت. تالت حاجه بقى احلام اليقظه. من كنت نتيجتها عليكي بتعمل ايه فيكي؟ بتضيع الوقت، بتضيع لك وقت كتير، ده وقت كتير جدا ممكن تستخدميه في حاجه مفيده، تتعلمي حاجه مفيده. لا انت قاعده بتسمعي اغاني واحلام يقظه وبتضيعيها وخلاص. واكتر حاجه بتخلي احلام اليقظه دي نشطه كده وبتشتغل ومش سايباكي في حالك وماسكه فيكي ومثبته، الاغاني يا جماعه، الاغاني والروايات، قصص الحب والروايات الغير واقعيه. الروايات دي مصيبه، انت بتقري الروايه من هنا وتقعدي بقى تتخيلي بقى ان انت اللي كنتي البطله، وكل اللي حصل في الروايه انت بتتخيلي عليكي. فده تضييع وقت يا جماعه، بتضيعوا وقتكم في حاجه مش مفيده. استخدموا الوقت ده في اللي انت تذكري الله عز وجل، في اللي انت تقري في المصحف الكريم وتفهمي، وتفسير القرآن احسن بكتير من اي رواية. لا انصح بالروايات خالص يا جماعة، بتدمر. ولو انتوا عندكم بنات صغيرة اوعى تعودوهم على الروايات، ابعدوهم عن الروايات وعلى الاغاني وعلى الافلام وكل الحاجات دي، والسوشيال ميديا بيضيعوا الدنيا، بيضيع الجيل فعلا. رابع حاجة بتعملها احلام اليقظة من كتر ادمانها، بتعمل لك ايه؟ صداع وازعاج جوه دماغك. انت على طول في فيلم شغال، تخيلي كده في فيلم شغال على طول جوه دماغك، انت بتحسي على طول بالازعاج وبالدوشه جوه دماغك. تمام. فيجي مثلا ابنك جنبك يقول لك يا ماما، يا ماما انت مش هتستحمليه، انت هتشخطي فيه وتبهدليه، ابعد عني وسيبني لوحدي، سيبني لوحدي، عشان انا مش فاضيه، عشان انا جوه دماغي في فيلم شغال، في خيال شغال انا مستمتعه بيه. انت هتيجي تقول لي يا ماما ذاكري لي ويا ماما اعملي لي، وممكن تكوني امي شاطره وبتذاكري وبتعملي كل حاجه، بس غصب عنك من كتر ما خلاص تعبتي ونفسيتك تعبانه وعايزه تقعدي مع نفسك وتتخيلي وبتاع، يجي حد جنبك يقول لك بم، تبقي شبه البالونه تفرقعي في وشه. عصبيه وازعاج بتبقي فيه
كبير. يعني في الوضع الطبيعي انت مش كده، بس في الوقت اللي انت عماله تتخيلي فيه لو حد جه جنبك هتتعصبي عليه وهتتنرفزي. انت عايزه تعيشي في خيالك، مش عايزه خلاص الواقع الدوشه دي، لا انت عايزه خلاص تعيشي مع نفسك. بتخليها بتعملها فيكي احلام اليقظه، بتخليكي شخص عنده عدم رضا بحياته وجلب المشاكل اليه. ازاي؟ هقولك حاجه. انت دلوقتي دايما بتخيلي نفسك اللي انت اميره، برنسيسه في خيالك، تمام؟ اللي انت اميره. فطبعا الاميره عايزه تتجوز ايه؟ عايزه تتجوز الامير، وعايزه تعيش في قصر. كل ده متخيله في خيالك ان انت اميره وجوزها امير وسيم وجميل وكلامه حلو وحنين وطيب، ومعيشك في قصر، عربيتك الخاصه، الخدم، الحشم، مش عارفه ايه. خيال جميل كده جوه دماغك. فتتصدمي في الواقع تلاقي نفسك متجوزه مين؟ عبد المجيد. عارفه؟ عارفه عبد المجيد جوز ذات؟ المسلسل ده كان تحفه يعني، حقيقة يعني بيوصف الحقيقة. عبد المجيد جوز ذات، تلاقي نفسك متجوزة عبد المجيد جوز ذات اوف كورس. فتبقى عندك عدم رضا في حياتك. انت كنت متخيلة خطيبك اللي انت واخداه ده اللي هو هيعيشك بقى، اللي انت مش شرط اميرة كفلوس، لا اميرة كحب بقى واهتمام. او تتخيلي جوزك كان عايشك بقى، خطيبك ده هيعيشك بعد الجواز حب واهتمام ودلع وبتاع، فتتجوزي فتلاقي نفسك عايشه مع عبد المجيد اوف كورس ده، ولا في حب ولا في اهتمام، واقفه 24 ساعه في المطبخ وبقى والشغل ومطحونه ومسحوله. فتهربي بعد ما عندك تهربي للخيال بتاعك، ويبقى عندك عدم رضا. كل ما تتصدمي بالواقع ولا تتكلمي انت وجوزك تحسي ان انت مش راضيه عنه، مش راضيه عن العلاقه دي، مش راضيه عن اي حاجه. انت حد كنت متخيله نفسك فوق، عشان فوق فوق فوق، فتتصدمي تلاقي نفسك وقعتي في الارض. لا، فانت عايزه تهربي، عايزه تتطلقي خلاص. لا، مش انت اللي انا كنت متجوزاه. ايوه، ما هي تمام. وتيجي تعيشي الواقع تتصدمي. انت عايشه معاه وفي بيته، بس انت في خيالك في حته تانية. فكل ما تيجي تنزلي للواقع تتصدمي. فلا، عايزه تهربي منه، يا تهربي منه بخيالك يا اما عايزه تتطلقي. خلاص انت عايزه تخلصي وتتطلقي عشان تخلصي من انت مش راضيه عنه، مش راضيه عن حياتك. فده بيعملك عدم رضا. بالظبط. مثلا شغاله في مكان، فتتخيلي ان مكان الشغل ده بقى هتروحي تشتغلي، فهتتخيلي بقى ان انت قاعده في مكتب في تكييف وفي موظف في حد يجيب لك القهوه لحد عندك ومش عارفه ايه ومكانه وحاجه عاليه كده. فتروحي تشتغلي تلاقي بقى ضغط وظلم وحر وصداع طول النهار و8 ساعات شغل وانهيارات. فما تقدريش تعيشي الواقع، يبقى عندك عدم رضا وتسيبي شغلك. انت متعوده على حاجه تانية، انت راسمه في خيالك ومتعوده على حاجه تانية في خيالك. فتيجي للواقع مش هتعرفي تعيشيه ولا ترضي عنه، فهتسيبيه وتهربي. ده يعمل لك مشاكل في حياتك. انت مش قادره، بدل ما تحلي مشاكلك وبدل ما تبقى عندك صبر وتعرفي تحلي مشاكلك ازاي، لا انت تهربي للخيال وخلاص وتسيبي الواقع بتاعك. فعلى فكرة انت دايما حاسة ان انت مقهورة وان انت مظلومة وان انت الدنيا جاية عليكي وان انت محدش بيحبك ومحدش بيهتم بيكي، لان انت عاملة في خيالك حاجة غير كده. انت عاملة في خيالك سيناريو خيالي عظيم جدا. فلما تقابلي الحياة العادية والواقع الأليم بتاعنا، لأن لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني إن الناس أصلا عايشة في دنيا في دار ابتلاء، مش دار مش دار نعيم. هي مش زي ما انت متخيلة. احنا مش عايشين في نعيم، احنا عايشين في الدنيا دي، ده اختبار بنعاني. فاللي هينجح وهيفضل على الطريق المستقيم ده اللي ربنا هيكرمه بالجنة. اللي هيدخل شمال وهيبعد عن ربنا ويلبي احتياجه وشهواته ودي في حاجة حرام، ده ربنا هيحاسبه ويخش النار. فانت دي في حياتك ولا بتعملي حلال ولا بتعملي حرام، انت عايشة في خيالك، بتتخيلي كل اللي انت عايزاه. فالحمد لله ربنا مش بيحاسبنا على خيالنا، ربنا بيحاسبنا على اللي احنا بنعمله. فانت لما تتعافي هترضي بحياتك. لما تتعافي هتلاقي ان حياتك، انا كنت ظالمه الناس اللي حواليا. انا حد كويس طيب، بس انا كنت عايزه اوفر على طول، اوفر حب، اوفر اهتمام، اوفر فلوس، اوفر مش عارفه ايه. كنت عايزه اوفر عشان عندي جوع واحتياج كنت بلبيه بخيالي بطريقه اوفر، فعايزاه في الدنيا. فانت لما تتعالجي وتتعافي ان شاء الله، وده اللي انا عايزه اعمله في السلسله دي،
ان احنا ان شاء الله نتعافى مع بعض، وازاي تتعافي من الموضوع ده وتتعالجي وتنزلي الواقع، انزلي بقى ارض الواقع وازاي تعيشي حياتك، وان ايه وايه اصلا يعني إيه الحياة دي اصلا لازمتها ايه، ربنا خلقنا ليه، كل ده هتكلم عليه ان شاء الله باذن الله في الفيديوهات. الحمد لله ده من عدل ربنا، من رحمة ربنا بالإنسان اللي هو بيحاسبنا على أعمالنا ومش على خيالنا. يعني الإنسان لو واحد مثلا تخيل اللي هو بيعمل معصية، أنت مش هتاخد الذنب المعصية دي غير لما تعملها، مش بالخيال بس، لا. فالحمد لله دي من نعمة ربنا علينا. في نفس الوقت احنا عايزين ننزل الواقع بقى، عايزين نفكنا من الخيال ده وننزل الواقع، نجتهد في الواقع، نشتغل ونتعب، ننجح في حياتنا. ليس الإنسان إلا ما سعى. يعني أنت عايزة تنجحي في حياتك وتبقي شخص ناجح فعلا، لازم تسعي في الدنيا، لازم تسعي وتتعلمي عشان تبقي زوجة صالحة، تبقي انت شخص ليكي انت قبل اي حاجة. لازم تسعي وتتعلمي عشان تبقى شخصية سوية، تقدري تنجحي في حياتك، عشان تبقي زوجة صالحة، تبقي ام كويسة، ام صالحة تقدر تفيدي ولادها. لازم تتعلمي وتنمي من مهاراتك، لازم تركزي مع ولادك. مينفعش ولادك يشوفوكي على طول سرحانة في حتة تانية، مينفعش ولادك على طول يشوفوكي عصبية ومتضايقة ومش طايقة لهم كلمة، لا. ما ينفعش ولادك تشتغلي عنهم عشان ما يعانوش هما كمان من احلام يقظة، يعملوا عالم تاني جوه خيالهم. فهي ان شاء الله باذن الله انا بعمل الفيديوهات دي عشان كده، عشان لو حد بيعاني من احلام اليقظة لازم يتعافى، لازم يعيش حياة طبيعية، يعيش في الواقع، يعرف ان الواقع ده في ايام حلوة، في ايام وحشة، في ايام صعبة جدا، في ايام فيها ابتلاءات، كل ده يتقبله. انت مش هتعرفي تتقبلي حياتك طول ما انت عامله سيناريوهات جوه الواقع بتاعك. ابعدي ووقفي ان شاء الله في الفيديو الجاي. انا والله مش عايزه اطول، انا في حاجات كتير لسه، بس انا مش عايزه اطول. كاتباها انا، بقعد اكتب عشان ما انساش يعني.